يا قارئ القرآن داوي قلوبنا بتلاوة تزدان بالتجويد. اقرأ فأمتنا ترقع ثوبها بالوهم تخفض رأسها ليهودي. يا قارئ القرآن داوي قلوبنا بتلاوة تزدان بالتجويد. اقرأ فأمتنا ترقع ثوبها بالوهم تخفض رأسها ليهودي. اقرأ لعل الله يوقظ غافلا من قومنا ويلين قلب عنيد. اقرأ ليرجع ظالم عن ظلمه ويقر بالإيمان كل جحود. اقرأ ليسكت مطرب مترنح قتل الحياء على رنين العود. الحمد لله الذي له الحمد في الأولى والآخرة. الحمد لله الذي جعل القرآن هدى وشفاء وموعظة، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي نزل عليه القرآن فكان أول من تخلق بأخلاقه ونطق بآياته. قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الضيوف الكرام، الحضور الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم. كتب الله أجر خطاكم وأعلى في الفردوس مثواكم، وعلى مائدة القرآن يحلو اللقاء لنسعد بتكريم أولادنا وأولادكم في هذا الحفل الكريم الذي نتشرف فيه بتكريم حفظة القرآن الكريم من أبناء هذه المنطقة. وخير ما نبدأ به حفلنا آيات من الذكر الحكيم. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. أما الآن كلمة الشيخ الدكتور عبد الله حمود فليتفضل مشكورا. إلى يوم الدين، وبعد. أيها الإخوة،
هذه هي مائدة الله، وهذه هي الحفاوة لأهل القرآن. هذه هي الحفاوة الدنيوية لأهل القرآن في الدنيا. تراهم تنظر إليهم الأعين بإجلال وتوقير وتكريم وإلى غير ذلك من النظرات الإجلالية لهذه النخب القرآنية. هذه حفاوة أهل الدنيا لأهل القرآن، فما بالك بحفاوة الله رب العالمين لأهل القرآن؟ والحفاوة أعظم، والتكريم أكبر، والمنزل أعلى. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. هذا التكريم الأول. ما هي السكينة؟ السكينة هو قذف القلوب من الطمأنينة والوقار وإلى من النفحات الربانية الأخرى. وكل السكينة في القرآن هي الطمأنينة، إلا قيل في سورة البقرة آية واحدة هي: وفيه سكينة من ربكم. قالوا سكينة هي الحجارة، وقال من العلماء لا تسمى الطمأنينة. صار مطلب أساسي، يعني الثبات على دين الله تبارك وتعالى صار مطلب أساسي لكل من يريد أن يسلك الطريق المستقيم الذي قال الله تبارك وتعالى فيه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أيها الحضور الكريم، كما لا شك أن الاشتغال في كتاب الله تبارك وتعالى تعليما وتعلما وتلاوة وحفظا من أحب العبادات لله تبارك وتعالى. ولا شك أن الله تبارك وتعالى جعل لذلك يعني للمشتغلين في كتاب الله تبارك وتعالى الثواب الجزيل. يقول تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. كل التجارات في الدنيا ربما تكون خاسرة إلا التجارة مع الله. الله عز وجل الذي جمعنا في هذا الجمع المبارك على مائدة القرآن كلام الله تبارك وتعالى. وما بكم من نعمة فمن الله، فأي نعمة هي من الله عز وجل. ومن انطلاقا من قول النبي عليه الصلاة والسلام: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فنتقدم بالشكر الجزيل لكل القائمين على هذه الدورات القرآنية المباركة. مائدة القرآن كلام الله تبارك وتعالى، من المعلمين ومن خطيب المسجد ومن إدارة المسجد ومن الأئمة وغيرهم ممن ساهم في هذا العطاء الجزيل. ونبشركم بما بشر به النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال بأبي هو وأمي: إن الله وملائكته ومن في السماوات ومن في الأرض حتى النمل في جحرها وحتى الحيتان في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. الله عز وجل يصلي عليكم، أي تنزل الرحمة من الله تبارك وتعالى عليكم، والملائكة ومن في السماوات والأرض، كل المخلوقات. هذا فضل عظيم من الله تبارك وتعالى أن يجعل حتى النملة في جحرها تدعو الله عز وجل لك يا من تعلم الناس الخير. وأفضل خير
هو كلام الله تبارك وتعالى. وأبشر يا حافظ القرآن، يا من تتعلم كتاب الله، أنت من أهل الله، أنت خاصة الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن لله أهلين من الناس، إن لله أهلين من الناس هم أهل القرآن. تلاوة عذر للطلاب الأوائل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا. شكرا يا رب، شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا. شكرا يا رب، شكرا يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن. شكرا يا رب، شكرا يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن. شكرا يا رب، شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا. شكرا يا رب، شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا. شكرا يا رب، أنا بصلاتي أسلم، شكرا وبالسعادة أنعم، شكرا أفخر بأني مسلم. شكرا شكرا يا رب، شكرا يا رب، يا خالق الأكوان، يا رب يا رحمن.
أكرمني بالغفران. شكرا يا رب، شكرا يا رب، يا خالق الأكوان، يا رب يا رحمن، أكرمني بالغفران. شكرا يا رب، شكرا يا ربي، شكرا هديت قلبي، شكرا نورت دربي، شكرا شكرا يا رب. شكرا يا ربي، شكرا هديت قلبي، شكرا نورت دربي، شكرا شكرا يا رب. نور يا ربي دربي، شكرا واستر يا ربي عيبي، شكرا واغفر يا ربي ذنبي، شكرا دوما يا رب، شكرا يا رب. دايم مدى الزمان، أكرمني بالإيمان، واغفر لي يا منان، دوما يا رب، شكرا يا رب. دايم مدى الزمان، أكرمني بالإيمان، واغفر لي يا منان، دوما يا رب. شكرا يا ربي، شكرا هديت قلبي، شكرا نورت دربي، شكرا شكرا يا رب. شكرا يا ربي، شكرا هديت قلبي، شكرا نورت دربي، شكرا شكرا يا رب. شكرا يا ربي، شكرا هديت قلبي، شكرا نورت دربي، شكرا شكرا يا رب، شكرا يا رب. يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن. شكرا يا رب، شكرا يا رب. يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان. يجعلنا الله ممن يتلون القرآن حق تلاوته ويعلمونه، وألا يكون حجة علينا يوم القيامة. وأسأل الله تعالى أن يمن علينا وعلى الأمة الإسلامية بالتمسك بهذا الكتاب العظيم، ويجعله نورا وهدى في صدورنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا يا ربي، شكرا هديت قلبي، شكرا نورت دربي، شكرا شكرا يا رب. شكرا يا ربي، شكرا هديت قلبي، شكرا نورت دربي، شكرا شكرا